اسمعها بقى من دكتور سكر. لما الجسم يتعب من غير سبب دور على الحديد. لو مريض سكر بيشتكي دايما من خمول وارهاق وكمان مجهود اقل حتى مع تحكمه وتظبيطه للسكر، يبقى لازم هنفكر في سبب تاني زي انيميا نقص الحديد. مريض السكر معرض دايما للانيميا بسبب سوء امتصاص ناتج دايما عن مشاكل في المعده. ادويه بيستخدمها زي الميتفورمين اللي طبعا بيأثر على امتصاص فيتامين B12، او طبعا لو كان في فقد مزمن للدم زي لو كان في بواسير او شرخ او التهابات الجهاز الهضمي، فعندنا تحليل الCBC، تحليل صوره الدم ومخزون الحديد اللي هيوضح لنا الصوره كامله. ولو طلع في نقص فعلا يبقى لازم هنبدا العلاج فورا، مش بيكون مجرد اهراس حديد ولكن لازم نعالج السبب الاساسي. انا عايز اقول لك ان انيميا السكر مش رفاهيه، لانها طبعا بتاثر على التركيز والتنفس وكمان مجهودك، وده هيأثر على السكر ويخلي السيطره عليه اصعب. صدقني جسمك مش بس يحتاج انسولين، ده بيحتاج الاكسجين يوصل لكل خليه علشان يفضل دايما في احسن حالاته.